في ناس كتير قوي مش عارفه احنا ليه بنصلي على النبي. يعني ليه احنا بنحب نصلي على النبي قوي كده؟ ليه احنا بنحب سيدنا النبي قوي كده؟ يا جماعه في ناس بتسال كده، يا جماعه ومش ربنا في ايديه كل حاجه؟ طب ما اقول يا رب. ايه فكره بقى ان انا اقعد اصلي على النبي كتير واقعد اقول يا سيدنا النبي واحب سيدنا النبي؟ طب ما اقول يا رب على طول. تمام؟ وانا هعبد سيدنا النبي؟ لا، انا بعبد ربنا. في ناس يعني في دماغها كده، ممكن ما تحدش يتكلم، بس في ناس في دماغها كده كتير، وفي ناس بتقول كده. تمام؟ انا هقول حاجه عن تجربه شخصيه. هو اولا يا جماعه ربنا جعل سيدنا النبي باب للرحمه في الارض، باب للمغفره، باب للعصاه، للناس اللي تايهه في الحياه، باب الهدايه. باب سيدنا النبي احسن باب واجمل باب، والباب اللي بيخشه يعيش حياه سهله كده وحلوه ولينه، لا فيها هم ولا غم ولا نكد. تمام؟ ربنا بيقول في القران ايه؟ وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ايه وانت فيهم؟ وانت بتذكر سيدنا النبي يا جماعه، وانت بتذكر سيدنا النبي كتير، بتذكر سيدنا النبي وعايش بسيدنا النبي وشايف سيدنا النبي طول الوقت، وبتحاول تقلد سيدنا النبي في صفاته وفي الرحمه بتاعته وفي الجمال بتاعه، فتاخد من أرض سيدنا النبي. تاخد كده من في علم الطاقه بيقول لك اللي انت بتذكره كتير بتاخد من طاقته وتاخد من روحه. يعني انت لما تبقى طاقتك من طاقه سيدنا النبي عشان بتذكره كتير يعني انت هينزل عليك العذاب ليه؟ هينزل عليك الحاجات الصعبه قوي ليه؟ ده انت طاقه سيدنا النبي انوار ورحمه ومحبه وحب. فالعذاب بينزل دايما لما يبقى ماشي غلط، او يبقى بيعمل ذنوب كتير قوي، فربنا ينبهه مره واثنين وثلاثه واربعه. انما انت ماشي مع سيدنا النبي متخلق بانوار سيدنا النبي، بتذكره كتير قوي، بتذكره كتير قوي. وسيدنا النبي يعني حي، سيدنا النبي روحه حيه، فاللي بيذكره كتير سيدنا النبي معاه، اللي بيذكر سيدنا النبي كتير سيدنا النبي معاه. وربنا بيحب سيدنا النبي، فمش هينزل عليه العذاب، مش هيعيش الالم، مش هيعيش الحياه كلها غم وهم ونكد. هتبقى حياته اجمل واحسن بكتير. عن تجربه شخصيه، انا من ساعه ما ابتديت ان انا احافظ على الصلاه على النبي وحب سيدنا النبي، انا حياتي احسن، حياتي احسن بكتير. ربنا بيهديك، يبقى عندك حاجه تلاقي ربنا بيلهمك الصح ايه. في الاخر ربنا هو اللي في ايديه كل حاجه، بس ربنا جعل سيدنا النبي باب للرحمه وباب للنور وباب لحاجات حلوه كتير قوي. فطبيعي احب سيدنا النبي قوي، طبيعي. ده مش كلام حد حفظه لي، ده انت بتحب سيدنا النبي قوي. يعني ما حبيتش سيدنا النبي هتحب مين يعني؟ ولذلك قالوا سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد، عش في أمان الله تحت لوائه. ما تصلوا عليه؟ لا هم في هذا الجناب ولا نكد، ما فيش هم. مدان حب سيدنا النبي سكن في القلوب، يبقى لا هم ولا غم ولا ضيق ولا كرب